في نوعين من الأهل: الأهالي اللي بتستثمر في ولادها وبيوفروا لهم أحسن أكل، أحسن شرب، أحسن تعليم على قد ما يقدروا، وأهالي تانية بتاخد فكرة إن هم لو حوشوا لأولادهم وعيشوهم في مستوى بسيط عشان خاطر لما يكبروا يلاقوا فلوس يصرفوا منها إن هو دوت الصح. دول نوعين من الأهل. طيب نوعين الأطفال بقى أو نوعين الأولاد: الأولاني هيبقى بيحبك وهيعيش معاك، هيحتويك لما يكبر، ولما انت تكبر هيعيش معاك حلوة ومرة وهيعيشك هو كمان بحب واحتواء واهتمام. التاني هيبقى بيحبك برضه بس هيستناك تموت عشان هو يبدأ يعيش. الفكرة انه الطفل لما بيروح منه لحظات حب واحتواء وحنية واهتمام بيفضل يدور عليها باقي العمر، وده ما افتكرش ان كنوز الدنيا او فلوس الدنيا تقدر تعوضه او تقدر تشتريه. استمتعوا وعيشوا وعيشوا ولادكم لحظات حب واهتمام، ابنوا واصنعوا جواهم ذكريات وصور لما تموتوا وتسيبوهم لما يشوفوها يبقى عارفين قد ايه هم كانوا مصدر اهتمامكم، وقد ايه انتوا كنتوا بتحبوهم وكنتوا عايزين تبسطوهم بكل الاشكال. الكنز الحقيقي في الرحله. عيشوا واستمتعوا وخلوا ولادكم يستمتعوا وهم في حضنكم. بس